شنو اللي جاي يصير؟ أهل الحسينيات كلهم يتاجرون بالحرام، اللي يمشون للحسين كلهم ما يصلون، مو جاي تسمع يطلبون ملايين الدولارات، الرواديد كلهم مطربين. هذا تحطيم للخط الحسيني، حرب للخط الحسيني. هذه ترى إلها ما يشجعها، ما نشأت من فراغ. هذا اللي أريد أقول لك، أريد أوصل الفكرة بس بي شيء من الحساسية شوية. شلون ما وصلت ما نشأت من الفراغ؟ اكو ناس مثل سارة كان مطرب وانقطع رزقه بعد ماكو طرب. تستحي الوادم بمحيطنا يجيب سعد الحلي يغني؟ ما يقدر، لانه الامور صارت نكبات متلاحقة ومقابر جماعية وواحد يحتل واحد وبعد بيها مجال للطرب والغناء. فشي يسوي الاخ؟ حول للحسين، صار رادود، صار يدمر الرواديد الحقيقيين الحسينيين. مو اكو خط حسيني نظيف من يطبون وياهم ذولا يشوهون سمعتهم لو ما يشوهون سمعتهم. ثق واعتقد اكو بعض فضائيات لما يطلع بيها ما تختلف الموجودين اللي يغنون نفس الاغنية، هم محفحف ووجه ما شاء الله ويتمرقص والصوت والارجون والشيء. هذا دمار للمذهب اخواني ارجوكم. وان يكن انا ادري بمرارة، ادري بقوة، ادري براح ينشتم، لكن الحق يجب ان يقال حتى لو يكون مهما يكون ثمنه. ترى اكو فضائيات شيعية جاي تسيء للمذهب. يعني وحقك انا بعض رواديد اشوفه مو رادود، يعني بدل ما يغني يا حبيبي يا محمد يا محمد يتمرقص نفس الشيء، والرقص والهوسه والضوضاء والارجون والغناء. وانتم شايفين ترى اكو بعض فضائيات قافله على الاتجاه، بس لا محاضره دينيه ولا فكر ولا موضوعيه ولا لطميه مال رادود حسيني وقور ويطلع، لا لا كلها هوسه وربده وكانما. زين شنو هاي؟ وين شو تريد تسوي؟ توصل فكر من خلالها؟ توصل عقيده من خلالها؟ مو جاي تدمر بالمذهب انت. وحتى خلقته من تطلع لا بيها ماي لا بيها دين لا بيها حفافه ما يصير. يعني هذا مو انسانيه. انت اذا تريد لا تجعل من عقيدتنا ولا تجعل تحول الحسين الى عمله رخيصه. رواديد للحسين الان محترمين يوصلون الفكر وقصائد ناهضه وقصائد رساليه وقصائد تفتهم منها فكره وتسمع منها واداء ممتاز. ليش تجي تحشر نفسك على وظيفتهم وتسقطهم من اعين الناس؟